السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تحية إلى جميع المشاهدين والمتابعين الأعزاء. إذا أول مرة تشاهدني أتمنى الاشتراك بالقناة والإعجاب بهذا المقطع. مثل ما تشوفون قدامكم عندنا هذا السخان، طبعا القاطع مالته ينزل. فتحنا الكفر مالته وفتحنا المصدر الكيبل وراح نفحص قدامكم. مثل ما تشوفون قدامكم طبعا كل هذا تراب ورطوبة، وهذا هو السبب يعني اللي يوصله، واحتمال يكون عاطل. فاحنا راح نفحص عن طريق الاوفو وراح نشوف. والافضل اني طبعا بصراحة اشجع تبدل القطعتين، يعني الاوتوماتيك تبدله والهيتر، اثنيناتهم تبدله. وطبعا سعرهم مو غالي، يطلع تقريبا 14,000 دينار. جبت جدد وراح ابدلهم. اذا تريد تفحص وتشوف وتتأكد تحتاج اوفو ميتر. طبعا تفحص عن طريق البزر اللي هو الجرس، شو تسميه يعني مثل ما تشوف هنا دق صوت. وراح نفحص. عندنا هنا الهيتر. هذا الهيتر مثل ما تشوف قدامك قاعد تسمع الصوت. طبعا هو 16.4 أو 0.5. مهم هو شغال. بس اللي لفت انتباهي بصراحة قاعد يوصل ويا البدن. يعني هذا إذا وصل ويا البدن هذا مشكلة، قاعد يسوي يعني يكهرب، ما يظل يكهرب. فالأفضل تبدله. طبعا هذا هو بداخله، تسمع هذا الصوت هو شغال. بس ما دام يوصل ويا البدن فهذا معناته شنو؟ عندك قاعد صاير تسريب، يعني يكهرب السخان، يكهرب والماء يكهرب. والأفضل تبدله ولا تستهين بهذا، ومو غالي يعني حياتك وحياة عائلتك. وأتمنى عجبكم هذا المقطع. طبعا هو للتوعية لا أكثر ولا أقل. تحياتي للجميع.